هل في ناس فعلا بتعمل فلوس اونلاين بالدولار وكده؟ مش بتكلم هنا على كام دولار وبتاع، انا بتكلم ناس بتعمل الوفات او ممكن توصل لمئات الالوفات اونلاين. مشكله ما كنت باجي ادور على فيديوهات اونلاين كنت بلاقي فيديوهات بتقول لك احسن طريقه تعمل بيها فلوس اونلاين، ويحط لك طريقه وتقعد تتفرج على فيديو قد كده، في الاخر تطلع الطريقه ممكن مش مناسبه ليا، او ممكن تلاقي احسن كام طريقه بالنسبه للشخص ده. وعشان كده في الفيديو ده انا قررت اقول لك كل الطرق اللي ممكن تعمل بيها فلوس اونلاين. 90% من الطرق دي انا جربتها بنفسي. في حاجات ما عرفتش اعمل بيها فلوس اونلاين، وفي حاجات عملت فيها فلوس اونلاين الى حد ما كويسه ولكن ما كانتش مناسبه معايا، وفي حاجات لحد دلوقتي لسه بشتغلها وبجيب منها فلوس اونلاين. وعشان الموضوع يبقى عملي وواقعي فاحنا هنقيم كل طريقه 3 تقييمات. التقييم الاول من 0 ل10، محتاج مهارات قد ايه عشان تبدا؟ 0 اقل حاجه، 10 اكتر حاجه. محتاج فلوس قد ايه تستثمرها في الاول في الموضوع ده؟ 0 تقريبا مفيش فلوس، 10 فلوس كتير. امكانيه وبوتنشال انك تعمل فلوس كتير من الطريقه دي؟ 0 فلوس قليله جدا، 10 فلوس كتير جدا. كل حاجه هنديها رقم في ال3 حاجات دول، وخلينا نبدا باقل حاجات بتدخل فلوس لاكتر حاجات ممكن تدخل فلوس، وهقسمهم لك كده في 3 بوكسات: البوكس البسيط، البوكس المتوسط، والبوكس الكبير. البوكس او الكاتيجوري الاولاني هي حاجات مش هتدخلك مبالغ ضخمه ولكن فيها ميزه انك سهل تبداها على طول. اولهم اسهل وابسط حاجه هو انك تبيع حاجات ما بتستخدمهاش او عندك في البيت ملهاش لازمه. نفترض مثلا عندك موبايل قديم، لعبه قديمه، كتب قديمه، عفش قديم، جهاز كهربائي في المطبخ قديم ما بتستخدموهوش، اي حاجه موجوده في البيت ما بتستخدمهاش او ملهاش لازمه او استعملتها استعمال خفيف وجبت حاجه اجدد منها، ممكن تبيعها. وطبعا انا بتكلم عن انك تبيعها اونلاين. عندك مكان زي الفيسبوك ماركت بليس تقدر تعرض عليه اي حاجه انت عايزها، حط لها صوره كويسه واكتب لها وصف كويس وتقدر تبيعها على فيسبوك. عندك مثلا حاجه زي OLX تقدر برضو تبيع عليها حاجات مستعمله او مستخدمه اونلاين. كمان ممكن تخش على جروبات الحاجات دي. نفترض مثلا انك بتبيع لعبه قديمه، خش على جروبات فيسبوك لناس مهتمه باللعب والحاجات دي ودور. لو عندك حته عفش او كرسي قديم ما بتستخدموش، مركون بقاله كتير، خده ظبطه ونضفه كده وخش على جروبات على الفيسبوك ليها علاقه بالعفش والناس اللي بتفرش بيوتها واعرض العفش بتاعك. الموضوع ده لو قعدت عصرت دماغك انا متاكد انك هتلاقي حاجات كتير انت مش بتستخدمها وممكن تبيعها. الموضوع ده من ناحيه المهارات تقريبا ياخد 0 من 10، لانه مش محتاج اي مهاره، انت محتاج تفكر ايه الحاجات اللي ما بتستخدمهاش في بيتك. من ناحيه الاستثمار اللي محتاج تعمله فبرضه هياخد 0 من 10، لان انت مش محتاج تحط اي فلوس في الموضوع. انت بكاميرا الموبايل تقدر تصور الحاجات دي، وبالبروفايل بتاعك على الفيسبوك تقدر تحط الكلام ده، او على OLX الموضوع ما بيكلفش فلوس. اما بقى بوتنشال انه يعمل فلوس فانا ممكن اديه 2 من 10، لانه هيدخلك شويه فلوس لكن مش حاجه تقدر تعتمد عليها او شغلانه كبيره انك تعمل منها فلوس، الا لو قلبت ده لتجاره وده موضوع تاني. في البيت انا جربتها وبعت كام حاجه عندي في البيت، طبعا ما عملتش فلوس رهيبه بس كان احساس حلو ان حاجه كانت محطوطه عمرها ما كانت بتجيب لي اي حاجه وما كانتش بتستخدم فجاه دخلت لي فلوس. الموضوع التاني في نفس البوكس او الكاتيجوري ده هو الاونلاين سيرفي او التاسكات اونلاين، وهي من الاخر ويب سايتس بتخش عليها تعمل استبيانات او تعمل تاسكات اونلاين بسيطه وبتاخد منها فلوس. ويب سايت زي سواج بوكس، انبوكس دولار، سيرفي جانكي، يوزر تيستنج وغيرهم كتير. من ناحيه المهارات الموضوع ده ياخد 1 من 10، لانك محتاج بس مهارات بسيطه انك تكون بتعرف تستخدم الانترنت وتخش على ويب سايت. بالنسبه للفلوس اللي محتاج تستثمرها هو 0 من 10، انت مش محتاج تصرف اي فلوس. لو اي ويب سايتس من دول قال لك بس حط فلوس وبعد كده هتقدر تسحب فلوس اكتر منها، اوعى تعمل كده، دي نصبايه، اجري. بالنسبه لامكانيه او بوتنشال الفلوس اللي تعملها من الموضوع ده فانا هدي الموضوع ده 1 من 10، لانه تقدر تعمل منه فلوس بس فلوس خيبانه قوي في وجهه نظري طبعا. يعني انت يوم لما تموت نفسك هتقدر تطلع 10 دولار، لان مش دايما بيبقى فيه تاسكات وسيرفيات موجوده على الويب سايت ده، ويوم لما تشتغل يعني كميه حلوه هتبقى بتطلع لك في الشهر بتاع 50 100 دولار حلوين طبعا، بس بالنسبه للشغل الاونلاين والوقت اللي انت هتحطه مش رقم. الاونلاين سيرفيز ده لما انا جربته بصراحه بالنسبه لي ما كانش مربح ولا يعني ليه قيمه قوي. نيجي بقى للكاتيجوري التاني او البوكس التاني وهو المتوسط. البوكس بقى او الكاتيجوري التاني ده اكتر واحد مليان. اول حاجه في البوكس ده هو الفريلانسنج، والفريلانسنج او العمل الحر هو انك تقدم خدمه لشخص مقابل عائد مادي. فلنفترض مثلا ان انت بتعرف تتكلم لغه معينه، فبالتالي انت تقدر تترجم حاجات اونلاين. هتروح على مواقع العمل الحر، فريلانس، ابورك، بيبل بير اور، خمسات، فايفر وغيرهم من منصات كتير، وتبدا تدور على ناس عايزه الخدمه دي وتعرض خدمتك عليهم، او بتعرض خدمتك على الويب سايت ده ولما حد بيكون محتاجها بيبعت. وعلى قد ما موضوع الفريلانس ده موضوع يبان ان هو بسيط كده، بس هو فيه شرح وتفاصيل كتير طبعا مش هقدر اغطيها في الفيديو ده. فلو حابين نخش
نخش في تفاصيل اكتر ممكن تكتبوا لي في الكومنتس ونشرح اي حاجه من الطرق دي بالتفصيل، ولكن عشان الفيديو ما يطولش مننا قوي انا هشرح الفكره العامه لكل حاجه. والفريلانس ده بقى قيس عليه اي مهاره انت بتعرف تعملها او حتى ممكن تتعلمها، زي الجرافيك ديزايننج، انك تعمل لوجوهات، انك تعمل براندنج، انك تعمل فيديو اديتنج، انك تعمل انيميشن، انك تعمل موشن جرافيك، انك تعمل ديجيتال ماركتنج، حاجات كتير قوي تقدر تعملها كفريلانس. الفكره كلها ان يكون عندك مهاره بتعرف تعملها وتلاقي الناس والشركات اللي بتدور على حد يعمل لهم الخدمه. الموضوع ده من ناحيه المهارات هديله 7 أو 6 من 10، لان الموضوع مش محتاج مهارات رهيبه، لان ساعات بيبقى في ناس عايزه شغلانات بسيطه جدا ومش بيبقى معاهم بادجت كبير يدفعوا لحد محترف قوي، فانت لو عندك مهاره ومتوسط فيها تقدر تكون موجود في المكان ده، ولكن في نفس الوقت من غير اي مهارات هيبقى صعب قوي تكون فريلانس. فموضوع بياخد وقت انك تتعلمه وتطور من نفسك فيه، سواء المهاره نفسها او فكرتك انك ازاي تبيع المهاره دي او تتواجد على منصات العمل الحر. فعشان كده هنديله 7 من 10. من ناحيه الفلوس اللي محتاج تستثمرها فهديله 3 من 10، عشان اغلب المهارات في الاغلب هتحتاج منك شويه امكانيات زي كمبيوتر، ممكن بعض الحاجات موبايل بس يكون موبايل متطور شويه وهكذا، فهتحتاج تستثمر شويه فلوس لو الحاجات دي مش موجوده عندك في الاول، او كمان ممكن تستثمر فلوس انك تعمل كورسات او تتعلم مهارات معينه تقدر تبيعها كفريلانس. من ناحيه بقى امكانيه او بوتنشال فلوس اللي تقدر تعملها كفريلانسر، فانا ممكن ادي الموضوع 7 من 10. في فريلانسرز ما شاء الله بيعملوا فلوس كويسه قوي، بس ده بيجي بعد خبره وسنين طويله قوي ان البراندات هي اللي بتبقى بتدور عليهم وهم بيبتدوا يرفضوا شغل لان ما عندهمش وقت كافي يعملوا شغل. لكن لو انت لسه بتبدا الموضوع مش هيكون بالسهوله دي، وفي الاول مش هتعرف تحط اسعار عاليه قوي عشان السوق بقى فيه منافسه شويه، ولكن هتعمل برضه فلوس كويسه. يعني مقارنه بالحاجات اللي قلناها في البوكس الاولاني، لا الفريلانسر تقدر تعمل منه فلوس كويسه، يعني تقدر اصلا تعيش منه. عيبه الوحيد بس ان هو مش كونسيستنت، يعني ممكن الشهر ده يبقى عندك 3 4 عملاء ومش ملاحق، وممكن الشهر الجاي يبقى عندك عميل واحد ومش لاقي حاجه تانية تعمل. فشطارتك كفريلانسر انك تبقى بتاخد شغل ورا شغل وتسيب سمعه كويسه ان الناس تبدا هي اللي عايزه تشتغل معاك بدل ما انت بتمشي تدور عليه. تاني حاجه في البوكس ده هي صناعه المحتوى، انك تكون صانع محتوى. وخلي بالك صناعه المحتوى دلوقتي مش شرط تكون فيديو، انت ممكن تكون بتعمل محتوى كتابي، ممكن يبقى عندك بلوج او ممكن على فيسبوك او ممكن على تويتر تكون بتكتب بس وليك متابعين من كتاباتك، وممكن تكون بتعمل محتوى فيديو زي اللي انا بعمله مثلا، انك تكون بتعمل فيديوهات سواء على انستجرام او تيك توك او يوتيوب، او ممكن تعمل محتوى مسموع زي البودكاست، ودلوقتي بقى في بودكاست كتير في الوطن العربي بتكبر وبتتطور. شوف ايه نوع المحتوى اللي انت تعرف تعمله او بتحب تعمله ودوس فيه، ولما بتبدا تصنع محتوى يبقى عندك مشاهدات عاليه بتقدر تعمل ساعتها فلوس عن طريق سبونسرز او براندات بتعمل مشاركه معاك عشان تظهر البراند بتاعها في وسط المحتوى بتاعك، او عن طريق منصات زي اليوتيوب وتيك توك دلوقتي وقريبا انستجرام بيدفعوا لك على عدد المشاهدات اللي بتجيلك على المنصه بتاعتك. ومن ناحيه المهارات هدي الموضوع ده 3 من 10. الموضوع محتاج شويه مهارات وبتتعلمها في الطريق وانت بتشتغل، لكن الموضوع ما اصبحش صعب خالص في الزمن اللي احنا فيه. من ناحيه الاستثمار للفلوس اللي محتاج تحطها في الموضوع ده فهديله برضو 3 من 10، لان دلوقتي باي موبايل معاك انت تقدر تعمل محتوى فيديو مسموع مكتوب واي حاجه تقدر تعملها بالموبايل. الموضوع ما بقاش صعب زي زمان انك محتاج كاميرا وعده وحركات، لا الموضوع بسيط، واحده واحده في الطريق تقدر تطور من نفسك. اما بقى امكانيه او بوتنشال الفلوس اللي تقدر تعملها من صناعه المحتوى فهدي الموضوع ده 5 من 10. يعني دلوقتي اصبح في منافسه كتير جدا في صناعه المحتوى، الموضوع ممكن يطلع فلوس، ولكن عشان فعلا يطلع ملايين وتبقى صانع محتوى بيعمل ملايين هتلاقي دايما صناع المحتوى بيقلبوا الموضوع للشركه. حتى لما تبص بره الانفلونسرز جامدين او اقوياء هتلاقيهم قلبوا الشركه، بيبيعوا حاجه معينه، عندهم اكاديميه ما، لكن اعتمادهم على صناعه المحتوى بس مش دايما بتكون كافيه انها تدخل فلوس كتير. ممكن تعمل لك فلوس تعيشك بيها وتعيش عيشه كويسه كمان، لكن مش فلوس رهيبه. موضوع الكونتنت كرييشن يعني من تجربتي الشخصيه وموضوع ظريف جدا وحلو، ولكن الموضوع برضو متعب وفي مجهود للاستمراريه، ودايما لما بتبدا مش بيبقى في ناس متابعاك ولا في ناس مهتمه باللي انت بتقوله، فلازم تكون عارف انه مشوار طويل ولازم تكون على الاقل بتحبه شويه يعني عشان تقدر تستمر فيه. تيجي الحاجه اللي بعديها وهي التسويق بالعموله، الافيليت ماركتنج، وهو من الاخر ان في براندات كتير او منتجات كتير بتبقى عايزه ناس تسوق لها مقابل نسبه. يعني مثلا هتلاقي نفسك وانت بتتفرج على فيديوهات كتير حد بيقول لك ان هو جاب لك برومو كود لحاجه معينه، وانك بدل ما تاخدها ب 100 جنيه تقدر تاخدها ب 80 جنيه لو حطيت البرومو كود بتاع الشخص ده. فاغلب الوقت ده هو بيكون تسويق بالعموله، ان الشخص ده بياخد نسبه من كل شخص هيبعته ياخد المنتج ده، فانت كمشتري بتكون مستفيد عشان اخدت تخفيض، وهو كشخص بيسوق لده بيكون بياخد نسبه فهو كمان بيستفيد بنسبه.
والبراند هو كمان مستفيد انه بيبيع لعملاء اكتر. التسويق بالعموله ده موضوع كبير وصناعه كبيره قوي في عالم الاونلاين بيزنس، لان في ناس عايشه على التسويق بالعموله بس دي ناس بتاخد الموضوع لليفل اكبر بكتير، وبيبقى كل تركيزهم ازاي يجيبوا عملاء اكتر وازاي يشتغلوا مع براندات بتدي نسب اكتر وهكذا. وده من الحاجات المشهوره جدا اللي الناس بره بتشتغل بيها، وهو التسويق بالعموله. وبره كمان بقى شركات كتيره قوي بتشتغل بتسويق بالعموله، زي مثلا امازون من اكبر الشركات اللي عندها برنامج تسويق بالعموله قوي جدا، ان حد عنده جمهور او عنده ناس على المنصات التواصل بتاعته فبيقدر يروح لهم ويبقى شريك معاهم ويسوق للمنتجات بتاعتهم وياخد عموله على التسويق ده. من الاخر التسويق بالعموله انك كل ما بتبيع منتج ويتم عمليه شرائه من براند معين وهو بيديك نسبه مقابل البيع. من ناحيه المهارات فالموضوع ده نقدر نقول 6 أو 7 من 10، لانه محتاج شويه مهارات تتعلمها وليه تفاصيل شويه كتير. من ناحيه الاستثمار اللي محتاج تعمله كفلوس ممكن اقول 3 من 10، لان ممكن تبقى محتاج برضو تستثمر في شويه كورسات او حاجات عشان تتعلم التسويق بالعموله. من ناحيه الفلوس اللي تقدر تعملها من التسويق بالعموله فاقدر اقول 6 أو 7 من 10. ممكن تعمل منه فلوس كويسه قوي، وفي ناس بتعمل منه مئات الالوفات في السنه بره مصر، ولكن بياخدوها كشغلانه كل يوم بيصحوا يعملوها. التسويق بالعموله من الحاجات الحلوه اللي انا جربتها وظريفه، لان انت لما بتسوق لحاجات كده انت بتقدر تفيد الناس او المتابعين اللي عندك، وانت كمان بتستفيد انك تدخل اي مبلغ حتى لو مش كبير بس على المدى الطويل، وناس كتير بتشترك في الخدمات دي او بتشتري المنتجات دي، انت بتقدر تكسب على المدى البعيد. حاجه كمان في البوكس الوسط ده هي الاونلاين تيوترنج، او انك تدرس اونلاين. وفي منصات كتير قوي مثلا بتدرس لغات، فلو انت عندك لغه معينه ممكن تكون مدرس موجود على المنصه. في منصات تانية بيبقى عندها كورسات مشكله، فنفترض مثلا انك بتعرف تدرس مثلا علوم وماث، فتقدر تبقى موجود كمدرس على المنصات دي بتدرس علوم وماث وهكذا. فشوف لو انت مثلا عندك خبره في التدريس او بتحب التدريس ممكن تبدا تدور على منصات زي دي تكون موجود مدرس فيها. هندي الموضوع ده من ناحيه المهارات هنديله 7 من 10، لان انت محتاج يكون عندك المهاره او العلم بالحاجه اللي انت هتدرس. من ناحيه الفلوس اللي محتاج تستثمرها فبرضه ممكن نديله 3 أو 4، لان محتاج عندك برضه لابتوب وصوت وصوره كويسه عشان تقدر تدرس بيه. من ناحيه بقى امكانيه انك تعمل منه فلوس فممكن يكون 5 من 10، لان تقدر تعمل منه فلوس ظريفه وتقدر تعمل منه فلوس كويسه تعيش بيها، ولكن مش هتعمل يعني فلوس رهيبه، لان انت في الاخر هتاخد مرتب او تاخد فلوس مقابل الساعه اللي بتديها للتدريس. بصراحه موضوع ان انا اشتغل مدرس اونلاين ده ما جربتوش، يعني جربته بطبيعه شغلي وقت الكورونا ان احنا كنا بندرس اونلاين، ومن الحاجات اللذيذه والظريفه لان انت قادر تدرس وانت برضو قاعد في بيتك، مش بتنزل، مفيش المشوار، مفيش الزحمه، مفيش المشاكل بتاعت انك تروح بجسمك لمكان. يعني يبقى البوكس الاخير اعلى كاتيجوري، وهنا دي حاجات تقدر تعمل منها فلوس كويسه قوي 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 اونلاين. احنا بنتكلم مئات الالاف ممكن ملايين من الدولارات، ولكن الدنيا مش بالبساطه دي ومش بالسهوله دي، لانه زي ما الحاجات دي تقدر تعمل لك فلوس كتير برضو محتاجه مهارات، وفي حاجات منها محتاجه فلوس كتير. اول حاجه ودي اللي يمكن انت سمعتها 200 مليون مره هي الدروب شيبينج. والدروب شيبينج في مثال بسيط ان انت مثلا لما بتنزل جنب بيتك تشتري حاجه، نفترض انك هتشتري مج قهوه، فالمج ده ب 10 جنيه، المحل ده مش هو اللي بيصنع المج، بيروح يجيبه من مصنع مثلا ب 5 جنيه ويجي يحطه عنده في المحل وانت تدفع فيه 10 جنيه، هو يكسب 5 ويحاسب المصنع على 5. الدروب شيبينج بقى نفس الفكره بس اونلاين، بس في ميزه زياده ان انت مش لازم يبقى عندك محل او حته تشيل فيها المج. يعني مثلا انت بتخش على ويب سايتس او مصانع بتبيع بالجمله مثلا في الصين، وبتلاقي منتج المج ده، فبتعلم اللينك ده او المنتج ده وبتبقى حافظه مكانه فين، وبتاخد الصور واسم المنتج وحاجته بتحطها على امازون وتزود عليه جزء بسيط اللي انت هتكسب منه فلوس. بيجي واحد يشتري المنتج ده، اول ما بيدوس عليه يشتريه بتروح انت بقى تشتريه من اللينك اللي انت مسيفه اللي بيكون ساعتها بسعر ارخص، وتبعت له المج ده على بيته على العنوان اللي هو حاطه، وبكده هو هيكون دفع لك مبلغ اكتر من ثمن المج، فانت بتكسب وبتبعت له المج. موضوع الدروب شيبينج ده يطول شرحه وفيه تفاصيل كتير قوي، فكمهارات هديله 8 من 10. الموضوع مش مستحيل ولكن محتاج تتعلمه بيتعمل ازاي وبيمشي ازاي. من ناحيه الفلوس اللي محتاج تستثمرها فهو ممكن نديله 4 من 10 او 5 من 10، لان غير الكورسات في شويه حاجات وادوات اونلاين محتاج تصرف عليها عشان تلنك كل اللينكات دي ببعض والويب سايتس وان الحاجات تمشي مظبوط. لو هتفتح الشوبيفاي او المحل بتاعك انت الشخصي تقدر تعمل ايه، ليه قصص كده محتاجه صرف فلوس في اما بقى بالنسبه البوتنشال او امكانيه انك تعمل منه فلوس، لا في ناس بتعمل
منه فلوس حلوه قوي 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 قوي، بس على المدى البعيد. في ناس بتخسر فلوس كتير قوي في الاول، اي حد بدا دروب شيبينج هيبقى عارف ده. في الاول انت بتخسر فلوس لانك بتكون لسه مش فاهم وبتتعلم وبتحاول تفهم، لكن على المدى البعيد الموضوع يقدر يطلع فلوس ويعمل فلوس كويسه كمان. لكن في الاغلب برضو الموضوع محتاج وقت، ودي شغلانه يعني مش حاجه بتتعمل كده على جنب في وقت بسيط، لا محتاجه تركيز كبير عشان فيها اوردرات وحاجات رايحه وجايه وهكذا. الدروب شيبينج لما جربته عملت فلوس كويسه، يعني فاكر تقريبا عملت 500 او 600 دولار، ولكن اخد مني 3 4 5 شهور عشان اقدر اقوم حاجه زي دي وابدا. ما قدرتش اكمله لان انا كنت ساعتها في عز الدراسه بتاعتي وما كنتش عارف الاحق بين الاثنين. ولكن لو حد عنده وقت او وقت اكتر مني، الدروب شيبينج من الحاجات اللي ممكن فعلا يقدر يركز فيها وتدخل منه فلوس. تيجي الحاجه الثانيه في بوكس الحاجات اللي بتعمل فلوس كتير، وهو الستوك تريدنج او التداول، سواء بقى ده ستوكس اسهم او سواء ده فوركس عمله او سواء ده كريبتو. الموضوع ده تقدر تعمل منه فلوس كتير قوي وكويسه قوي، لكن الموضوع ده محتاج رحله تعلم كتير. يعني مش اول ما هتخش المجال ده هتقدر تعمل فلوس على طول، لانك بتاخد وقت عشان تتعلم وتفهم الدنيا بتمشي ازاي. كمان الموضوع ده متاثر جدا بالاوضاع الاقتصاديه، انت ممكن في يوم وليله وتصحى تكون التداول كله واقع او ضرب او خايش. اللي عارف شويه او سمع عن الكريبتو هيبقى عارف اللي حصل وقت اما الكريبتو وقع، وناس كتير خسرت فلوس كتير قوي في الكريبتو. ولكن لما كان عالي وكان ماشي كويس، ناس كتير عملت فلوس كويسه قوي من التداول. نفس الكلام حاجات زي الحروب والكورونا بتاثر جدا على البورصه، فلو انت بتتداول في البورصه ده بيتاثر. من ناحيه المهارات فهدي الموضوع ده 8 من 10 عشان محتاج مهارات كويسه عشان تقدر تخش فيه. من ناحيه الفلوس اللي محتاج تستثمرها هدي 3 من 10، هو مش محتاج فلوس رهيبه ولكن محتاج صرف على التعلم وانك تفهم المجال. من ناحيه الفلوس اللي تقدر تعملها فانا هدي 8 من 10 لان تقدر تعمل فلوس كويسه قوي من التداول والستوك تريدنج والكريبتو وهكذا، لكن هو من الشغلانات اللي فيها ريسك عالي او خطوره عاليه، وبالتالي عشان كده تقدر تدخل منه فلوس كتير لانه في ريسك كبير. فواحده واحده لو ناوي تخش في الموضوع ده. بصراحه موضوع التداول ده من الحاجات اللي انا ما جربتهاش، يمكن عشان حسيت ان انا محتاج افهم فيه قوي قبل ما اجربه، ومن الحاجات اللي انا يعني مش مهتم بيها. يمكن جربت موضوع الكريبتو ده والبيتكوين من 3 سنين بس، الحمد لله ان خرجت قبل ما السوق يخيش. حاجه كمان في البوكس ده هو الاونلاين كوتشنج او اونلاين كورسز، وهنا الموضوع مختلف عن الكورسات او انك تبقى مدرس اللي قلت لك في البوكس اللي فات. انا هنا بتكلم انك تعمل الكورسات الخاصه بتاعتك باسمك او تعمل كوتشنج لمجموعه من الناس. الكوتشنج ده ممكن يكون في اي مجال، حاجه انت عندك خبره فيها فتقدر تعمل كوتشنج للناس. يعني انا مثلا ساعات بعمل كوتشنج 1 on 1 واحد لواحد لصناعه المحتوى. لو حد عايز يبدا في صناعه المحتوى او يطور من نفسه واخد الموضوع ده بجديه، بعمل معاه كوتشنج بيبقى عن جلسات وبنمشي مع بعض وبيبقى مفصل اكتر ان انا بمشي معاه واحده واحده في كل حاجه. في موضوع الكوتشنج ده لازم يكون عندك حاجه انت مميز فيها وشاطر فيها او اثبتت نجاحك فيها قبل كده فتقدر تعمل لها كوتشنج او تعمل لها كورسات وتدرسها. الموضوع ده من ناحيه المهارات هديله 8 او 9 من 10، لان لازم يكون عندك مهاره كويسه او حاجه بتعرف تعملها كويس، ده جزء. والحاجه الثانيه هي مهاره اصلا التسويق لنفسك، انك شخص كفء تقدر تعمل ده وتوصل الناس لنتائج. وايه بقى المنصات والتقنيات اللي تعمل بيها الاونلاين كوتشنج او الكورسز دي، كل دي بتحتاج شويه مهارات، فهو من الحاجات اللي محتاجه مهارات عاليه. من ناحيه استثمار الفلوس فهو برضه هيحتاج شويه فلوس، اقدر اديله 5 او 6 من 10، لان الويب سايتس والحاجات اللي بتحط عليها الخدمات بتاعتك بتكون مكلفه شويه، ورحله تعلم انك ازاي تكون كوتش او بتعمل كورسات بتاخد فلوس ووقت ومجهود. ومش بتكلم هنا انك الناس اللي بتعمل صفحات على الانستجرام وبتقول انا كوتش وبيعمل كوتشنج على الواتساب والكلام ده، لا، بتكلم على كوتشنج في مستوى احترافي اكتر من كده شويه. من ناحيه بقى امكانيه انك تعمل فلوس فهو برضو ممكن اديله 8 من 10، لان انت لو فعلا بتقدم قيمه للناس والناس مستفيده من ده هتلاقي الناس بتيجي ورا بعضها. ولو انت فاهم في المجال كويس وقادر تسوق لنفسك مظبوط، في ناس بتعمل فلوس كويسه قوي 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 من الاونلاين كورسز والكوتش. الحاجه الاخيره في هذا البوكس الكبير هي الاي كوميرس او التجاره الالكترونيه، وهو من الاخر انك بتعمل متجر او محل بتاعك اونلاين، سواء المتجر ده بيبيع حاجات فيزيكال يعني حاجات ملموسه، منتجات بقى جات لبس اي حاجه، او حاجات ديجيتال يعني حاجات مش ملموسه. يعني مثلا في ناس بتبيع اسامي ويب سايت، مثلا www.kora.com، بيروح يشتري الاسم ده، بعد كده لما يجي حد مثلا يفتح ويب سايت للكوره يجي يروح يشتري الاسم ما يلاقيهوش، يلاقي ان مصطفى شريك، فيجي يقول لي يا مصطفى ممكن اشتري الاسم ده منك؟ اقول له تمام هدولك بس ب $10,000 وهكذا. دي معنى انك تبيع حاجه ديجيتال. من فتره ظهر حاجه اسمها NFT، حد عارفها؟ دي منتجات ديجيتال انك بتشتري زي صور او حاجات فنيه اونلاين ملهاش وجود في الحقيقه ممسوك، دي برضو حاجات
حاجات ديجيتال تقدر تبيعها اونلاين. والطريق التاني بقى محل عادي زي كل الناس اللي دلوقتي بتبيع لبس او بتبيع حاجات اونلاين، ده عن طريق المتاجر الالكترونيه. فتقدر تعمل ده برضو عن طريق ان انت تبيع حاجتك انت او تعمل منتجات وتبدا تبيعها انت. والموضوع ده كمهاره ممكن يبقى 8 او 9 من 10، وكفلوس محتاج تستثمرها فلوس هتبقى 7 او 8 من 10، لان انت محتاج تستثمر فلوس سواء في المنتجات اللي انت هتبيعها او تشتريها من ناس تانية او تبيعها، او سواء في المتجر نفسه وانشائه والويب سايت والكلام ده بيكلف فلوس. اما بالنسبه للفلوس او البوتنشال اللي متوقع تعمله من حاجه زي دي ممكن يبقى 9 او 10 من 10 كمان، لان انت لو عرفت تشغل المتجر بتاعك ده مظبوط وصح وتسوق له كويس، زيها زي اي تجاره انت ممكن تعمل ملايين الملايين من غير ما حد يقدر يوقف، من غير تكاليف كتير زي محل حاجات زي كده. تقدر تفتح من الويب سايت ده توصيل لبلاد اكتر واكتر وتتوسع. انت بتبيع اونلاين، مش بتبيع في منطقه معينه، انت بتبيع للعالم كله. موضوع انك تعمل فلوس اونلاين ده ما اصبحش حاجه صعبه او مستحيله زي زمان، ولكن برضو الموضوع مش بالسهوله والهيافه اللي الناس كلها ساعات بتبقى فاكراه ان انا اخش على ويب سايت واعمل فلوس وهي واقدر اعيش من الفلوس دي. لا، الموضوع برضو محتاج شويه دراسه ومحتاج شويه علم زي اي حاجه، لكن اكيد بقى اسهل بكتير من زمان. ودلوقتي على منصات زي اليوتيوب وغيرها تقدر تلاقي شرح وتعليم لحاجات كتير قوي من الحاجات اللي انا اتكلمت فيها دي، تقدر تساعدك تعمل فلوس اونلاين. لو في حاجه معينه حابب نشرحها اكتر او نخش فيها يا ريت تقول. اتمنى ان الفيديو ده يكون فعلا فادك ووفر لك لف كتير انك تدور على طرق مختلفه، بما اني جمعت لك كل الطرق. يمكن او اكيد هكون ممكن نسيت حاجه انا مش فاكرها او وقعت من دماغي، لكن على مدار البحث اللي عملته دي كل الطرق اللي ممكن تعمل بيها فلوس اونلاين. طبعا في حاجات كتير فرعيه تحت كل حاجه، كل حاجه من اللي انا قلتهم دول ممكن يفتح تحتيها فروع اكتر برضه بتعمل فلوس اونلاين، ولكن كلهم بيقعوا تحت شمسيات واحده. لو في حاجه انا نسيتها اكتبها لي في الكومنت، وما تنساش تبعت الفيديو ده لحد محتاج يعمل فلوس اونلاين. لو انت بقى لسه تايه ومش عارف تحط اهداف او ملخبط، ما تنساش تتفرج على فيديو ازاي تحط اهدافك للسنه، ممكن يساعدك ترتب افكارك وتشوف اصلا موضوع الفلوس اونلاين ده انت محتاج تعمله ولا لا. ما تنساش تتفرج على الفيديوهات القديمه وتتابعني في فيديوهات جديده، ولو مش عامل سبسكرايب اعمل سبسكرايب ودوس لايك عشان بيساعد الفيديو ده يوصل لناس اكتر. سلام.